استوديو أهلا ومرحبا بك معنا من جديد. بأي حق يتصرف الجندرمة التركية، وهنا نتحدث عن بعض الجندرمة، بمثل هكذا تصرفات أدت خلال يومين فقط إلى مقتل 3 أشخاص، 2 منهم كانوا ضمن مجموعة تحاول عبور الحدود، وشخص كان يحرث أرضه لا اقترب من الحدود ولا شيء، و8 في شهاداتهم أو 6 من أصل 8 عذبوا بشكل وحشي جدا ونقلوا إلى المشافي في الأراضي التركية. سؤالي لحضرتك سيد يلماظ، بأي حق تتصرف الجندرمة التركية هكذا مع هؤلاء السوريين؟ تحية للمشاهدين. أنا حقيقة استغربت من هذا الكلام، من هذه الافتراءات، من هذا الهجوم على تركيا، وأنا أتساءل بأي حق تهاجمنا تركيا بهذا الشكل؟ من يهاجم؟ وتقاسون مع من الذي يهاجم تركيا؟ أنت، وهذه ما قرأته غير صحيح. هذا نحن نتساءل هنا. أنتم تهاجمون في حالات، كيف أنتم تقاسون تركيا؟ لا أحد الذي أنت الآن في تركيا، صحيح؟ أي. ضيف في تركيا، تقيس تركيا باليونان. أنا أقيس الجرائم التي لحظة. أنا أقيس الجرائم، أنا أقيس الجرائم أنت تفترى على الدولة التركية، على الشعب التركي. لا أحد يفتري سيد يلماظ، خلينا نفصل بالموضوع. هذا افتراء. في 3 أشخاص ماتوا. أنا لم أكن أعلم مضمون الحوار والبرنامج. كيف لا تعلم؟ كيف لا تعلم؟ نعم، أخبرني أن نتحدث عن الانتهاكات على الحدود، ولكن صحيح. ما هذا الشكل، ما هذا الكلام؟ أنتم تفترون على تركيا. لا أحد يفتري، لا أحد يفتري. نحن الآن نضيع وقت الحلقة. نحن الآن 5 مليون. يا سيد يلماظ، أنت تميع الموضوع، أنت تميع الموضوع. ثم تهاجمون على تركيا بهذا الشكل. يا سيدي الكريم، يا سيدي الكريم، يا سيدي الكريم، يا سيدي الكريم، أولا لا تميع الموضوع. أنا أسألك بأي حق، أنا أسألك بأي حق يقتل هؤلاء السوريون؟ يعني هل حدود التركية مستباحة لكل من هب ودب؟ يعني لا تريدون أن تكون دولة تكون لها حدود؟ كل هذا افتراء وكذب وتضليل وإثارة. وأين الكذب؟ وأنتم لمن يعني العمل لمن لا أدري، أين الكذب في الموضوع؟ وأين الافتراء في الموضوع؟ أنت تتهم الدولة. لا تقل لي من أنت، لأنه في هذه اللهجة لهجة تصغير. احترم نفسك، احترم نفسك وخليك. لا أحترم هذا